يا الربع سرق موترنا. اخوك ياسوي العن امهم. وين؟ وسعد موترنا سرق. حسبي الله عليه ونعم الوكيل. كسر علينا الجامعة الفاضي، السيارة ما فيها شيء. من الكلب هذه المشكلة انه ما كسر الدرج، ما فيها شيء، ويجيك واحد ملعون خير يكسرها الشكل. هذا والله المصيبة. والله حيوانات. رشوان دير بالك ورشوان. اي حتى لو. حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. والله ولا بدنا خلينا نرجع. دمرنا دمار كامل. لا دمار ولا شيء، عادي والله. فداك ابو. الله يسلمك. اي والله ما همتني والله. بس زين ما اخذ الاوراق الرسميه. ما اخذ شيء. ما اخذ شيء. لا ما بياخذ. لا الاغراض كلها ويانا. بس مصاري. ما في مصاري. ما بلاقي شيء رايح. ابو نضال. حيوان واحد كلب. كلب ابن 16 بعد. كله هذا بيجي يذبحني من البرد ابن الحرام. يا اخوان في تعليقات صراحه ما هي كويسه. السرقه تحصل عندنا حتى في الكويت، في مكه شرفها الله يحصل الامر هذا. ما معنى انه يكون في الشام ناس مو كويسين، بالعكس من افضل ما تعاملت انا وياهم من يوم جيت انهم اهل الشام. تبارك الرحمن، اخلاق، احترام، فزعه الى اخر. ناس طيبين جدا جدا فوق ما تتصورون، ناس ودها تخدم باللي تقدر عليه. التعميم لغة الجهال، والله التعميم انها لغة الجهال. انا والله ما اتكلم على انسان بحد ذاته، لان التعليقات تعدت 1800 او 1700 ما اقدر اغطيها صراحة، من غير الواتساب فوق ال 200 واتساب جايني. على العموم قدر الله وما شاء فعل. هذا صاحب السيارة اللي انكسرت، ما كسروا بعد الجامعة الخلفية، الجامعة الخلفية والصغيرة اللي هي هذه عاد شلون يلقاها.